تعالي نعمل شوية ليمون مخلل، خصوصا ان هو كتير قوي وحلو ورخيص جدا في السوق. انا جبت 2 كيلو من الليمون الاصفر، قطعتهم بالشكل اللي انتوا شفتوه ده وغطيتهم بالمية، رفعتهم على النار. اول ما ابتدى يغلي هقلبه كده وهسيبه يغلي لمدة 5 دقايق، وبعد ما ال5 دقايق يعدوا هطلعه في صينية جنبي. انا عايزة الليمون بارد والمية بتاعته باردة، انا مش هرمي المية وهستخدمها. الليمون ده انا جبته خللته على طول، ما نقعتهوش خالص. هسيبهم بقى يبردوا وهروح اجهز جزرتين حلوين كده، هبشرهم بالمبشرة. وبعد كده معايا كام قرن فلفل حامي، عايزة فلفل حامي بس حامي على رومي، رومي بس، مش عايزة فلفل خالص، زي ما انت معوزة، بس بيديله طعم وريحة ولون حلو قوي. حطيت بقى الجزر على الفلفل، على نص كيس ملح، ربع كوباية خل، وحطيت عصفر وحبة البركة. هقلبهم مع بعض كويس قوي قوي. وفي الوقت ده الليمون كان تقريبا هادي شوية. هجيب بقى الليمون وهفضي عليه التتبيلة دي، بس هسيب منها كام معلقة على جنب. هقلبها كده من على الوش، بس خدي بالك لان هي بتبقى حامية جدا جدا على الايد. هقلبهم مع بعض. لو عايزة تدخلي التتبيلة في قلب ليمونة اعمليها، بس بتبقى الليمونة بتبقى حامية وتقيلة شوية. المهم بقى كام معلقه التتبيله اللي انا سبتهم، حطيتهم في الصينيه وحطيت عليهم الميه اللي انا سلقت فيها الليمون، وحطيت عليها خل، وحطيت ملح، وحطيت معلقه سكر كبيره. هقلبهم مع بعض كويس، وهسقي بقى الليمون بقلب الميه دي، هملى البرطمان على الاخر زي ما انتم ما شايفين، وهمسحه وهنضف الدنيا، وهقوم قافلاه بستريتش او كيس بلاستيك، عشان انا عايزاه مقفول كويس جدا جدا لمده 7 ايام ما يدخلهوش اي هوا خالص. وهقفله وهفضل كده من كل يوم للتاني هرجه رجة حلوة، يوم مقلوب ويوم معدول، عشان يستوي معايا ويبقى احسن. وبعد 7 ايام افتحي عليه وكلي احلى ليمون مخلل. وبس كده، يا رب يكون عجب.